عمرك حبيت حد 10 سنين مثلا وما قدرتش تقوله؟ التعلق التجنبي هو أحد أنماط التعلق اللي بتتشكل عند الشخص في الطفولة وغالبا بتستمر معاه لحد البلوغ. النمط ده بيتشكل في بيئة الطفل ما كانش بياخد احتياجاته العاطفية الكافية، أو ما كانش بياخدها أصلا، أو ما كانش بياخدها بشكل ثابت. الشخص اللي عنده نمط التعلق التجنبي مش بيحب يظهر ضعفه أو احتياجاته للآخرين، يعني تلاقيه مثلا ما بيوريش لحد ان هو حاسس بضعف، او ان هو حاسس بحب او حاسس بكره. بيبقى عامل على مشاعره كده زي كفر، واللي قدامه بيظهر له ان هو بارد عاطفيا او ان هو غير متاح. كمان بيخاف قوي ان هو يقرب من حد في علاقة حميمة عميقة، يعني سواء على مستوى القرب العاطفي او على مستوى الصداقات تلاقي علاقاته مش بيعمقها قوي، بيخاف جدا من القرب والتعمق. لما نيجي نحلل في أسباب التعلق التجنبي هنلاقي إن الشخص ده وهو طفل كان بتتقابل احتياجاته العاطفية برفض أو تجاهل. كمان الطفل ده كان بيتساب لوحده وقت كبير، كانت ممكن بتيجي في دماغه تساؤلات كتير. ففي أطفال في السن الصغير ده بتتخذ اللعب كوسيلة علشان يطمن نفسه عاطفيا أو يشبع لنفسه احتياجه العاطفي. فتلاقي الطفل ده هو منغمس جدا في اللعب، أو ممكن بيعمل أي سلوك تاني تكيفي علشان يغطي بيه على التوتر بتاعه او على مشاعره اللي هو حاسسها. كمان الاطفال دي ما بتبينش استجابات عالية قوي في غياب الام او الاب. يعني مثلا لما تلاقي طفل مامته غابت عنه، طفل تجنبي، هو مش بيفرح قوي لما هي بترجع، او مش بيبين حزن مبالغ لما هي بتمشي، سواء هي او الاب. ومش معنى كده ان هو مش بيكون متأثر، بالعكس بيكون متأثر جدا، لكن هو عود نفسه انه يتخذ سبيل او وسيلة لانه يطمن نفسه وانه يتخلص من التوتر بتاعه ده. في أوقات كتير قوي بينشأ النمط ده كرد فعل عشان يحمي الطفل نفسه من الرفض المتكرر اللي بيلاقيه من الأسرة أو من الأم والأب. كمان في الطفولة هتلاقي ان الطفل ده غالبا بيبان ان هو ناضج عن سنه، او انه اكبر من سنه، وان هو يعني عمره العقلي اكبر بكتير من عمره الزمني. أشكال التوتر الداخلي عند التجنبي: أول حاجة كبت المشاعر. مهما يحس بمشاعر كبيرة جدا زي الغضب أو الحزن أو اليأس، بيحاول يقول لنفسه أنا تمام ومفيش أي حاجة. اتنين، قلق داخلي متخفي. ممكن يكون جواه مشتعل جدا، غضبان جدا، عنده مشاعر كتير جدا مركبة، ولكن بيبان انه هادي جدا ومفيش اي حاجة. بيستخدم سلوكيات تعويضية زي انه مثلا بيورط نفسه في شغل كتير قوي علشان ينجزه، بيورط نفسه في هوايات او حاجات هو بيحبها بيحاول ينجزها. هو طول الوقت بيحاول يشغل نفسه علشان يحاول يعطل دماغه عن التفكير، لان التفكير او طريقة التفكير بتاعته بتبقى دماغه شغالة طول الوقت مش عارف يوقفها. فالسلوكيات التعويضية دي هو بيتخذها كوسيلة عشان يقدر يواكب ويتوازن. أربعة، توتر جسدي بيظهر عليه في شكل صداع أو وجع في المعدة، أو أعراض التوتر والقلق بتظهر عليه الجسدية. خمسة، صعوبة في اتخاذ القرارات العاطفية. يعني لما بيصاحب حد مثلا جديد في البداية بيبقى متوتر أو قلقان إن هو يعمق العلاقة بيه. كمان لما بيجي يرتبط عاطفيا بياخد وقت كبير جدا على ما يطمن، والقرار معاه بياخد فعلا وقت كبير، وبيكون خايف جدا وبيبقى مقدم رجل بره ورجل جوه في العلاقة. بيخاف يعتمد على اللي قدامه، وبيخاف مثلا يقول انا عاوز حضن او عاوز كلمة حلوة، فيفضل يقول لنفسه لا لا ما ينفعش، انا مش محتاج الاحتياج ده، لا انا مش هينفع اقول كده. خطوات التعافي من نمط التعلق القلق: الجملة تبان ان النمط وكأنه مرض او كأنه اضطراب نفسي، بس هو التعافي مش معناه ان انت عيان او عندك مشكلة نفسية او اضطراب معين، لكن هو نمط اتشكل غصب عنك او انت بقيت عليه نتيجة ظروف تربوية معينة. ولكن التعافي معناه انه تسمح لنفسك يبقى عندك وعي بالنمط ده. طيب ازاي تقدر تعمل كده؟ اولا محتاج تكتب مشاعرك وتدونها من غير ما تحكم عليها، وده يكون زي تمرين كده بشكل يومي انت محتاج تعمله، وما تحكمش على مشاعرك خالص. التسامح مع النفس: محتاج تتسامح مع نفسك ان انت مش شخص بارد ولا ضعيف ولا انت شخص جبان، ولو في حد وصل لك الصورة دي عن نفسك فده مش حقيقي. انت شخص بتحس وعندك مشاعر كبيرة جدا، ولكن انت بتخاف تعبر عنها لحسن حد يستغلها او حد يفهمها غلط. ده نمط انت اتعودت عليه منذ الصغر، فهياخد وقت على ما تبدأ تغيره. اختبر القرب بالتدريج. لما يبقى في حد في حياتك بينك وبينه علاقة فيها نسبة او مساحة من الامان، فانت بتبدأ تختبر قربك منه بالتدريج، بحيث ان انت تبقى مطمن وفي نفس الوقت متوازن ومش حاسس ان انت عاوز تهرب وتجري وتتجنب. ده هيثبت لك انك قادر تقرب وما بتتأذيش. انا شيرين همام، وده برنامج صرخة ميلاد. اشوفكم الحلقة الجاية بوعي جديد ونور وحب ورحمة.